نهار الحصة ديال الصدر، بما انني كنتريني ستريت ليفتينغ رياضة كاليستينيكس، كنت كنبدا ديما بالديبس. علاش؟ لان المهم في ستريت ليفتينغ فهي الديبس. ولكن اليوم بما انني كان الفوليم ديالي هابط، فحاولت نبدا بالبانش بريس، نحاول نقدنز فيها اوزان شويه عاليه، بالنسبه انني كنت انا كنتريني غير لونديرونس، ما كنتش موالف بالوزن اوزان. ولكن الحمد لله قديت نهز واحد الاوزان محترمه باش يعاونوني باش نديفلوبي الصدر ديالي والترايسيبس ديالي بطريقه مزيانه، لانها واحد الحركه مركبه كتعاونك تخدم بزاف ديال العضلات بدقه واحده، وكتعطيني واحد الجهد كبير، لان انا كنعتمد غير على القوه اكثر من العضله. فلعبت 4 ديال لي سيري ديال البنش بريس. من موراها دزت للديبس اللي هي الاساس في رياضه ستريت ليفتينغ. لعبت فيها 5 ديال لي سيري، كل سيري كنلعب فيه الماكس لي ريب بوزن واحد اللي هو 50 كيلو. علاش؟ لان الفوليم كان طالع السيمانه كامله. لعبت 3 المرات وانا كنلعب الصدر، هذه الثالثه، ولكن كل حصه كتكون مختلفه. علاش؟ مره كنلعب من اقل وزن حتى اكثر وزن عندي، ما كنتعداش 3 ديال لي ريبيسيسيون في كل وزن باش نوصل لاقصى وزن عندي. هنا بما انني عرفت ان الفوليم ديالي طايح وما غنقدرش نلعب باوزان كبيره، فحاولت نلعب بالوزن واحد اللي هو 50 كيلو غير لي ريب، ولعبت 5 ديال لي سيري حيتاش خصني نعتمد حتى على لي ريبيتيسيون باش نزيد اوزان كثر. ثاني حاجه الفوليم، بما انني عارفه عندي طايح، فحاولت نلعب فوليم ناقص شويه باش نقدر يكون عندي واحد الحصه مزيانه. من بعد كنهيئ الحصه محسن. داكشي علاش. هنا اخر سيري في الديبس حاولت لعب الدروب سيت، يعني من 50 كيلو حتى وصلت بالوزن ديالي في كل سيري. كيف ما كتشوفوا هو انني كنلعب حتى الفشل العضلي، حيتاش خصني نوصل العضله لواحد العيا باش تعاونني انني نديفلوبي الطاقه ديالي والجهد ديالي من بعد. والدروب سيت كيعاونك بزاف. هاد الاكزرسيس كيعجبني بعدا انا بزاف، حيتاش كنلعب من اكثر وزن نقدر نضرب به حتى اقل وزن، كتاخذ واحد الطاقه واحد الجهد، وبالنسبه حتى ديفلوبمون الاوزان فراه كيعاونك هاد الاكزرسيس. غير هو خصك على الاقل انك تخدم بطريقه مزيانه. من مورا دزت لعبت تشيست كيبل فلاي. هاد الاكزرسيس كيدير لنا ايسولوشن كبير، يعني العزل بدرجه كبيره على العضله ديال الصدر، لان ما كتدخلش فيه ترايسيبس والكتاف القدام. كيولي واحد الرينج اوف موشن اللي كبير بزاف، يعني كيعاونك انك تخدمو بطريقه قويه وصحيحه على بيكتوراليس ميجر، يعني العضلات الصدر كامله. هاد الاكزرسيس مهم بزاف لصحاب الميسكولاسيون. انايا خدمته غير حيت كان الفوليم طايح، هذه اول حاجه. ثاني حاجه غيعاوني انني نكمل الحصه ديالي مزيان، ويعطيني واحد لاماس ميسكيلير ولا واحد الخدمه نقيه على الصدر.
ومن بعد ما ساليت هاد الاكزرسايز دزت للترايسيبس لان مهمه بزاف. انا موالف كنلعبها غير بالويتات ديالي، بالوزن ديالي بطريقه الكاليستينيكس، كنحط فيها الاوزان فوق ظهري وكنلعب. ولكن اليوم اختاريت الكيبل، لعب الكيبل. حطيت الظهر ديالي على مهم على شي حاجه تكي عليها باش انك كيكون الكونتراكشن كتر على الترايسيبس باش ما كتعاونش بالترابيز ديالك. حاول تلعب بهذه الطريقه هذه. من موراها دزت لهاد الاكسرسايز بنفس الطريقه، غير هو اختلاف شي شويه. علاش هنا اختاريت هاد الاكسرسايز؟ لانني كنبغي واحد المدى حركي اللي طويل. داكشي علاش زدت خدمتها بهذه الطريقه، واخا تقريبا نفس الطريقه هي الاولى، ولكن على حساب ستريتش والمدى الحركي تيكون كامل. واختاريت حتى الكيبل لانه كيعطيني واحد المدى الحركي اللي طويل. واهم حاجه اعتمدت عليها هي في كل اكسرسايز هي الدروب سايت، ماشي اللي سيري. باش نخدم 3 ديال لي زيكزيرسيس نحاول نكونوا مختلفين، ودروب سيت باش نستهدف العضله مزيان والفشل العضلي نوصلو باحسن حاجه. ومن موراها دزت لهاد الاكسرسايز هذا اللي كيستهدف لنا اللونغ هاد، يعني الراس الطويل، لانه وحتى اختلاف ديال الزاويه وليكود ديالك والمدى الحركي كيف ما كتشوف يعني خصو يكون كامل، لان ستريتش ولا الكونتراكشن اللي كيكون لتحت هو اهم حاجه في هذه الخدمه هذه. يعني بهذه الطريقه اللي خدام بها انا، وحتى ليكود ديالي ما تيكونوش مفتوحين لبرا، كيكونوا قرابين باش نخلي الضغط بزاف على الترايسيبس. والمهم الا وصلتي حتى لهنا وعجباتك الحصه ديال الصدر، مازال غنحط لكم حصه ديال ستريت ليفتينغ ديال البوش بوحديتها، كنلعبها غير بالديبس والبنش بريس، داخل فيها البنش بريس والترايسبس كنلعبها غير بالويت ديالي ولا باوزان كنزيدهم. ولكن الاكسرسايز كيمشي بالبادي ديالي، يعني غنحاول انني يكون عندي ستريت خدمه ديال ستريت ليفتينغ بطريقه 100% ان شاء الله. اليوم حاولت انني نعطيكم واحد لي زيكزيرسيس اللي مزيانين اللي غيعاونوك ديفلوبي الميسكل ديالك. ثاني حاجه طريقه الخدمه خدمتها بواحد الطريقه اللي صحيحه باش توصلك وتعرف كيفاش دير تخدم اي عضله. وان شاء الله مازال غنخدم بزاف ديال العضلات ونشاركهم معكم. والمهم لو وصلتي حتى لهنا خلي واحد المتابعه للقناه.